حكاية شعبية طاجيكية. حكاية عن الثعلب والنمر. كان هناك ثعلب. كان الثعلب ماكراً وماهراً، وذات يوم كان ينوي أن يصطاد طائراً ما ويأكله. كان يسير في الطريق وفجأة ظهر أمامه نمر. خاف الثعلب المسكين وارتجف من شدة الخوف واندفع هارباً. ركض وركض وفجأة وجد أمامه هاوية عميقة كان من المستحيل عبورها. ولما لم يعرف ماذا يفعل صعد على صخرة كبيرة وبدأ يبكي. تعجب النمر وسأله: أيها الثعلب، ماذا حدث لك؟ لماذا تبكي؟ لقد رأيتك وتذكرت والدك على الفور رحمه الله. كان شجاعا جدا وماهرا وقويا. كان يقفز فوق الهاويات ويجري بين الجبال ويعبر الأنهار. للأسف لم تتح لي الفرصة أن أشهد بطولات بطل كهذا، لهذا أبكي من الحزن. عندما سمع النمر ذلك شعر بالفخر ورفع رأسه وأراد أن يظهر للثعلب قوته ومهارته، فقفز في الهاوية وسقط في القاع. نظر الثعلب إلى الأسفل وابتسم بسخرية وقال: كنت أعلم أنك لست مثل والدك، ليس كل ابن يشبه والده.